الناس بقى اللي بتحب الحجازية أو الناس اللي ما بتحبهاش فانتوا أكيد هتحبوها لو عملتوها في البيت. مختلفة تماما عن بتاعة الأفران، بتكون متحمصة تحميصة حلوة وسكرها مظبوط وبيكون في توازن بين الحشوة والعجينة. أول حاجة عندي كوبايتين من الدقيق الأبيض يكونوا منخولين قبل الاستخدام، كوبايتين من دقيق البسبوسة أو دقيق السيمولينا، وهقلبهم مع بعض كده الأول عشان يختلطوا ببعض. في بولة تانية هضيف نص كوباية من السكر، نص كوباية من المية الدافية، هقلبهم كده الأول أدوب السكر في المية، وبعدين هضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهرجع بقى أقلبهم تاني واركنها على جنب، ويبقى كده حضرت خليط الخميرة. نرجع بقى لخليط الدقيق والسميد، ضفت عليهم نص كوباية من السمنة على نص كوباية من الزيت، يعني إجمالي كوباية من المواد الدهنية. هقلبهم بقى بإيدي أو بالسباتولا لحد ما أخلي الدقيق والسميد يتغلفوا كويس جدا بالسمنة. كده انا خلاص قلبتهم واتاكدت ان كله اتغلف بالسمنه. هضيف بقى عليه خليط الخميره اللي انا حضرته، دي نص كوبايه ميه مبدئيا، بعد كده هبدا ازود ميه شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا. هقلبهم بقى كويس مع بعض من غير ما نعجن قوي لحد ما تكون معايا عجينه. اهم حاجه ان العجينه ما تكونش مشققه مني، ولازم تعملوا حسابكم ان انتوا لما بتضيفوا الاول شويه ميه بتحسوا ان هي لسه ما اتشربتش وانها ملزقه، بس بعد ثواني بتلاقوا العجينه اتشربت كل كميه الميه دي. بصوا انا هنا لما حسيت انها لسه مشققه ضفت ميه تاني لحد ما بقت ناعمه بالشكل ده. هسيبها بقى ترتاح ربع ساعه وبعدين هحضر الحشوه. للحشوة هحتاج كوباية من السميد، كوباية من السكر، نص معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، معلقتين كبار من القرفة. هقلب بقى المكونات دي كويس مع بعض، وبعدين هضيف مية شوية بشوية لحد ما تكون معايا خليط زي الرملة المندية بالظبط. بص انا هنا حطيت شوية صغيرين وبعدين ضفت كمان لحد ما توصل معايا للقوام ده بالظبط. كده انا خلصت الحشوة وهركنها على جنب. ودي العجينة بتاعت الحجازية بعد ما ارتاحت ربع ساعة. هقسمها بقى لنصين وهجيب صينية مقاس 30، المقاس ده هيكون مظبوط جدا للعجينة. هفرد اول طبقة واطلع لها جوانب، اهم حاجة ان انا اطلع لها جوانب. انا لما قسمت العجينة قسمت واحدة اكبر شوية من التانية عشان عملت حساب ان انا عملت الواحدة جوانب والتانية هتتحط فوقها، فاللي بجوانب هتكون كمية العجينة اكبر من التانية. ودي الحشوة بقى اللي انا جهزتها، هرصها كويس جدا في الصينية ومطلعش للجوانب قوي. هنا بعد ما وزعت الحشوة وفردتها كويس قوي وسويتها، فردت العجينة التانية على مقاس الصينية مقاس 30، وهقلبها على الصينية بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا اقفل الاطراف على الوش بتاع العجينة. مهم قوي الخطوة دي ان انا مطلعش الحشوة بره العجينة، لازم اتأكد ان انا مقفلة العجينة اللي تحت على العجينة اللي فوق. بعد ما خلصت تقفيل هجيب بقى الشوكة وابدأ ان انا اخططها كده، وبعدين هجيب السكينة وابدأ ان انا اقطعها سمبوكسات. الحجم بقى دي حاجة ترجع لكم، بس كل ما كانت اصغر كل ما كانت احلى. وفي الوقت ده هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 170 لو الفرن بتاعك عالي، عشان تاخد وقتها في السوا وما تتحمرش بسرعة قبل ما تستوي. هدخلها في الفرن رف وسط لحد بقى ما تاخد لون من تحت ومن فوق. هتعرفوا بقى انها استوت ازاي لما تلاقوا جوانب الصينية بدأت تتحمر، ولو بصيتوا على الارضية بتاعت الحجازية هتلاقوها اخدت لون. لو اخدت لون واستوت قبل ما تتحمر فشغلوا عليها الشواية. هنا بعد ما استوت، اول بس ما تطلعوها من الفرن عيدوا على التقطيع اللي انتوا قطعتوه قبل ما تدخلوها، وسيبوها تهدى شويه وبعدين خرجوها من الصينيه. اول ما بتطلع بتحسوها طريه شويه، بس اول ما بتشم الهواء بتبدا انها تنشف. تحتفظوا بيها بقى في علبه في التلاجة لو كنا في صيف، ولو كنا في شتاء تحتفظوا برضو بيها في علبه بس بدرجه حراره المطبخ. وبس كده. وتقدروا طبعا تضيفوا في الحشوه بتاعتها عين جمل بتكون تحفه. انا كده خلصت الوصفه، جربوها وابعتولي تطبيقاتكم. مع السلامه.